يقول الشيخ أحمد الحواش: وكنت في أبها في الجنوب قبل 4 أسابيع تقريبا أو 3. يقول كان في زواج لفتاة في الجنوب، ثم حطت المكياج وزينت نفسها في يوم زواجها، ثم صلت المغرب. بعد صلاة المغرب انتقض وضوءها، فقالت لأمها: بروح أتوضى وصلي. قالت أمها: أنت مجنونة؟ يوم زواجك تروحين تخربين المكياج اللي فيه؟ قالت: يما بروح أصلي. قالت لها: والله ما تروحين، الآن يوم زواجك. طبعا الزواج بيقعد لين الساعة 1 و2 بيطلع أصلا وقت صلاة العشاء. قالت: والله يا أمي والله ما أقدم أحد على رب العالمين، هالعالم كلهم خفتي عليهم عشان لا يشوفون شكلي والمكياج طايح ثم ما أعجبهم، وما همك أني ما أعجب رب العالمين وأغضبه؟ لا والله ربي ينظر لقلبي، والله لأصلي، ترى بزعل عليك. قالت: والله يا أمي لا أطيعك في معصية رب العالمين، ووالله لا أقدم أحد عليه. وراحت قدام أمها وأمها زعلانة وقعدت تتوضأ وانسكب المكياج واغتسلت وتوضت، ثم جاءت وفرشت سجادتها وصلت، فوالله سجدت وهي آخر سجدة لها في الدنيا. فوالله سجدت وهي آخر سجدة لها في الدنيا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يوم قدمت رب العالمين قدمها وختم لها وهي في أقرب موضع منه، أقرب ما يكون العبد لله وهو ساجد في هذه السنة في الجنوب يا جماعة. أفلا يتوبون إلى الله، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، والله غفور رحيم، والله غفور رحيم. تخيل انها ضحك عليها شيطان وما صلت، تقبض عند الله في نفس اليوم نفس يومه، لكنها ما صلت. فيا جماعة يا من أشغلهم حواجبهم عن قلوبهم 3-4 أسئلة الفتوى عن حواجب، والقلوب تعبانة ما تخشع، قلوب تقرأ القرآن ما تخشع، قلوب تدعو ما تبكي، قلوب متعودة تشكل العالم، ثم الكلمات كأنها نهر جاري، وإذا سجدت واحدة فيهن ولا واحد فينا إذا سجد ما تعرفش يقول، ما تعود يشكل العظيم، متعود يشكل الضعوف، ما تعود يشكي الغني جل جلاله، متعود يشكي الفقراء، ما تعود يشكي، متعود يشكي المساكين، ما تعود يشكي رب العالمين. لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا عدتي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إلي يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد.